سلام، اليوم جبت لكم وصفة سيريات مع جميع أسرار نجاحها باش ما يجيكمش يابسة وتجيكم معسلة للقلب. تبعوا معايا الوصفة. أولا بسم الله نبدو بالمقادير تاع الحشو. أول حاجة عندي عبرتين ونصف تاع كاوكاو. الكاوكاو يكون أبيض ما تحمصوهش، وإذا حمصتوه ما تخلوش حتى يولي دوغي ولا مارون، خلوه فقط أبيض وما تطحنوش وهو ساخن لأنه يطلق الزيت تاعه. عندك عبرتين ونصف تاع كاوكاو، نصف عبرة تاع نوا دو كوكو. انا مازال ما زدتش نص العبره هذه تاع كاوكاو باش نزيدها هنايا. عبرتين ونص كاوكاو ونصف عبره تاع نوا دو كوكو او جوز الهند. عندي زيت دو سيترون كترو شويه. عندي عبره تاع سكر كريستاليزي، سكر عادي. عندنا ملعقتين تاع عسل. عندي شويه تاع ملح مع شويه فاني. عندنا ملعقة زبدة شوية دايبة. عندي لارام تاع اللوز الحلو، عطر اللوز الحلو. بيض باش نلمو العجينة تاعنا هاد لافارس، وشوية تاع مازح. الآن نبداو. بسم الله. نبدو بالعبرة الأولى، العبرة الثانية، ونزيدو نص عبرة تاعنا نزيدوه مع جوز الهند. بصح قدامنا نزيدو مع جوز الهند، جوز الهند تاعنا ثاني نزيدو نطحنوه، نطحنوه ونرجع لكم. الآن بعد ما عاودت طحنت هذا جوز الهند تاعي، باك نكمل العبرة تاعي بالكوكاو. والكوكاو شوفوا عندي ملاحظة، الكوكاو ما تطحنوش بزاف، يعني ما يكون رقيق بزاف، يكون غليظ بزاف. شوفوا معايا كيفاش راه داير كيما الطعام. نكملو العبرة تاعنا جوز الهند. كم تشوفوا ولات عندي عبرة نصها كاوكاو ونص تاع جوز الهند، يعني 2 كيلات ونص كاوكاو ونص كيلة جوز الهند. سي بون. الآن نمشو بالسكر تاعنا. السكر تاعنا غادي نزيدو ثاني نطحنوه رقيق، وباش يكون يعني البنة تاعه تكون شابة. واش نزيدو معاه مبشور الليمون ولا دو زيت دو سيترون، نطحنوهم مع بعضهم تعطيهم بنة خرافية. نطحنهم ونرجع لكم. بعد ما طحنت هذاك السكر مع مبشور الليمون، شوف كيفاش ولا اللون تاعه والرائحة ما نحكيكمش. دونك باش تجيكم مع الطعام مليح ديروها بطريقة. ودروك نزيدو ملح تاعنا ولافاني. نزيدو عطر اللوز الحلو ونخلطو الكل. نحطو مليح مع الرائحة تاع مبشور الليمون. دروك نزيدو كملو في المقادير. نزيدو العسل تاعنا، ونزيدو ملعقة الزبدة. ندمجو هاد المقادير كاع مع بعضهم. نحاولو كلي ندخلو هذاك العسل وهذيك الزبدة وكل شيء، كل المقادير يدخلوا مع بعض.
ندخلهم مع بعضهم، ومن بعد نزيدو البيض، ندخلهم مليح مع بعضهم ونرجع لكم. ودروك نبدو نزيدو في البيض نبدو نزيدو بشويه ونلمو حتى نشوفو شحال شفت لنا من بيضه. انا نورمالمون موالفه ترفد لي حتى 3 بيضات، بصح ممكن ترفد لي 2 حبات بيض على حساب حبس البيض قداه. شوفوا معايا كيفاش ندخلو البيض وندلكوه. شغل ندلكو، نبدا نزيد غير بشويه بالحبه وندلك حتى نشوفها تلمس. ما ننسوش ماء الزهر، نزيدو اثارات، ما نكبروش باش ما تجيناش يابسه. هنا السر، يعني كاين اللي تكثر ماء زهر هو اللي يبس كساسوا في البقلاوه ولا في التزيريات ولا اي حشو داير كيما هاك، ولا الكريكعات، ولا كي تكثري ماء الزهر تيبس لك لافاغ تاعك. شوفوا كيفاش نعجن فيها. الان كيما هاك راها تخصها البيض، نزيدها الحبه الاخرى نقسمها، يعني نبدا نزيد بشويه باسكو ماش خاصها بزاف. نعجنوها مليح كيما راكم تشوفوا. باش هذاك السكر يتعلق. كيما هاك سيفون راها تلمت. راكم تشوفوا في هاد الخطره حطيت 2 حبات بيض ونص، يعني ما ديتش 3 حبات. شوفوا لي بقاوان، شوفوا بقاوان كيفاش راه، ما هي كاع جاريه ما هي يابسه، يعني تكون طريه مليح. تكور سيدي نجربوها تكورت سيب. هنايا نحبسو نخلوها ترتاح. شوفوا قد ما خليتوها ترتاح مليح باش تطلق هذاك التعسال تاعها. انا نقدر نخليها حتى 2 سوايع 3 سوايع، تقدروا تبيتوها، يعني تنجموا تخلوها ليله كامله في الفريجيدير والنهار الاخر عاد تخدموا بها. نديروها في كيس بلاستيكي هيا وندسوها. كيما قلت لكم لازم تخلوها ترتاح المينيموم ساعتين. دائما خلوا هاد لافاغ تاعنا ترتاح باش تعلق مليح. ودروك نبداو بسم الله بالمقادير تاع العجينه. اولا عندي 3 عبرات فارينه، انا عبرت هذاك الغرام كان صغير. من الاحسن العجينه ديروا كونتيتي صغيره، يعني الكيله تاعكم تكون صغيره خاطر كونتيتي تاعها تجي كبيره. وعندي قرصه ملح، عندي شويه لافاني، نصف كيله تاع زبده. في كل 3 كيلات فارينه نصف كيله تاع زبده، ونلمو بماء زهر. الان نبداو الملح تاعنا لافاني، نكملو الكيله الثالثه، خلطوها مليح نواشف. ومن بعد نبدو نزيدو الزبده تاعنا ونبسوهم مليح. نبسو هذيك الزبده تاعنا مليح. وهنايا كوم استوس، كي تكون عندي عجينه فيها الزبده كيما هكا نبسسها كسوا غريوش ولا تزيريات ياسمينات الى اخره، نديرها باش ما نفوتهاش في الغربال، نديرها في لاشواغ، نفوتوها في لاشواغ تاعنا. شوفوا كيفاش كي فوتناها في لاشواغ كيفاش ولات رقيقه. راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش معي. في بلاصه ما تفوتوها في الغربال فوتوها في لاشواغ. ودروك نلمو بماء أزهر، غير بشويه نزيدو ماء زهر نعجنوها.
ما ظهر ما تزيدوش كونتيتي دانسالكو باش ما ترحفلكمش في العجينه، ما خاصهاش تكون مرحوفه بزاف، ما خاصهاش تكون قاصحه بزاف. دوك نلمها ونوريكم القوام. الآن شوفوا القوام تاعها، شوفوا لي القوام تاعها، ما تكون طريه بزاف ما تكون قاصحه بزاف. راكم تشوفوا ماشي طريه بزاف وماشي قاصحه بزاف. الآن نتركوها ترتاح على الأقل نصف ساعة، تقعد ترتاح على الأقل نصف ساعة. تقدروا تبيتوها في الفريجيدير بيان سور ليلة كاملة، بصح من الأحسن أنكم تخلوها من نصف ساعة فما فوق باش تعطيكم الضوء وتخدم لكم مليح وما تربنكمش. شوفوا بعد ما دلكناها لازم ندلكوها شويه، يعني يقولوا واحد 1 مينوت ولا واحد 2 مينوت وحنا ندلكو فيها باش هذاك المظهر يدخل مليح. وكيما راني وريتكم لا تكستشر تاعها كيفاش تكون. دروك ندسوها في كيس بلاستيكي ونخلوها كيما قلت لكم من نص ساعه فما فوق. نخلوهم يرتاحوا كي هي كي الحشوه ومن بعد نفردها مع بعضنا. بعد ما تركنا العجينه تاعنا ترتاح والحشو يرتاح، دروك باش غادي نبدو بالحشو تاعنا. قبل نديروه دي بول. للامانه هاد الحشو انا راني ضاعت في الكميه لخاطش نستعمل كميه كبيره على تاع البارح درت عبرتين. دروك نعبرو الحشو تاعنا حساب لي مول تاعنا. شوفوا حنا لي مول ديرهم عندنا، راني غادي نستعمل هادو. راه كاين موديل واحد اخر متواجد في الاسواق، عندكم من 27 غرام حتى ل 32 غرام على حساب المول. انا هاد المول يرفد لي 30 غرام، يتسمى غادي نديرهم كاع دي بول تاع 30 غرام. شوفوا نكوروها نعبرو او نوزنوها 30 غرام نديروها في الميزان. قلع شويه جاتني 35 سيب 30 غرام. دوكي كاع هذيك لافاس تاعي نديرها دي بول ونرجع لكم. الان بعد ما كملنا عبرت كل هذيك لافاس تاعي حطيتها كيما هكا. شوفوا لافاس باش تعرفوا الميزان تاعكم، يعني كل وحده واش عندها مول باش تعرفي الميزان تاعك. تجيبي حبه يعني كاع الخطره الاولى تجيبي حبه وتعبريها. شوفوا معايا كيفاش راهي. لو كان زدت هكذا لو كان تجي فايضه يعني تتفيض لي في الفور تاعي لاخاطش راه فيها البيض. ما تنسوش هذه يتسمى انا راني دايره هنايا 28 راها مليحه. 28 تجيني قد لو كان ندير 30 كتفيض لي لافارس تاعي. هذه استيوس باش تعرفوا لافارس يعني على حساب المول تاعكم. دروك نغطيها ونخليها في جهه ونمشي نخدم العجينه تاعي. علاش درتها هي الاولى باش من بعد في ساعه نعمر العجينه تاعي ونحطهم هما في هذوك القوالب تاعي نزوقهم وندخلهم للفرن. الان كيما هكا نغطيهم ونخدم العجينه. ما نخلوهمش في الهواء باش ما يبسوناش، دائما نغطوهم. نبدو ندو شويه من العجينه تاعنا كي تبرد تحسوها شويه قاصحه بصح دوك تتفاكين نقدروا نخدموا فيها. نديروا لها شويه مايزينا باش نفتحوها. نستعملوا مايزينا باش تجينا مورقه ماشي كيما الفرينه تنشف.
الآن في مرحلة الفتح اللي عندها الماشينة، تستعمل الماشينة كما أنا عندي ماشينة، غادي نستعمل الماشينة نديرها حتى نديرها في النيميرو 2 ومن بعد نديرها حتى التالي. يعني اللي عندها الماشينة تستعملها. أنا عندي الماشينة غادي تستعملها، اللي ما عندهاش تنجم تفتحها فقط بالحلال الرولو وترققها مليح. أنا واش ندير؟ نبدأ بنيميرو 1 من بعد نيميرو 3 من بعد حتى نوصل للرقم اللي ما قبل الأخير. كل وحدة واش عندها الماشينة، كاين اللي توصل حتى 6 كاين اللي 5. انتي ديري الرقم اللي ما قبل الأخير، يعني ما ديريهاش في الرقيقة كاع تماما، ديريها في شوي شوي، تكون رقيقة بصح ماشي كاع رقيقة باش ما تجيكش رقيقة بزاف وتحرق لك ولا تيبس لك في الفور قدام لا طيب لك لافاس تاعك. شوفوا لي السمك كيفاش راه، راكم تشوفوا ماشي كاع الركيطة تالية وماشي الغلابة، يعني هذه اللي قدام تالية واللي تكون بالرولو. كي تولي تشوفي كيما هكا لو بلون دو طرافاي تاعك منها سي بون حبسي. شوفوا العجينة كيفاش تولي، اللي ما عندهاش الماشينة ديرها حتى يولي يبان لو بلون دو طرافاي. شوفوا السمك تاعها ماشي كاع رقيقة تماما، كاع اللي ما تترفتش اللي قبلها، واللي قلنا ديرها بالرولو لو بلون دو طرافاي واللي بان منها. دروك نقطعوها دوائر، نعمرو العجينة تاعنا في القوالب ونزيدو نعمرو لافارس. انا نعمرهم كاع، يعني دروك راني موريتكم غير زوج، انا نعمرهم كاع ونحط فيهم كاع لافارس. هذا علاش قلت لكم الخطره الاولى ديروا لافارس هي الاولى، ونزيد نحط فوقهم كاع لافارس ونوريكم كيفاش نعشموها. الان بعد ما عمرت انا شويه من القوالب تاوعي، دروك نكمل لهم كاع لافارس. غادي نقعد نعمر في كاع لافارس تاعي فيهم كاملين ونوريكم كيفاش نرشموه. نحط لافارس تاعي وانا عندي دوي، ديك تاع اللي نديرو بها لا كريم شونتيي ايتو نزوقو بها. دونك بهاد لا دوي كاين المولا، كاين واحد المول تحطيه، بصح انا هاد القوالب اللي نستعملتهم صغار. دونك من بعد نوريكم المول هذاك ونبدا نشر. شوفوا شوف هكا، وهنايا الفوق حطوا التزيين اللي بغيتو على حساب نتوما واش تبغوا. انا غادي ندير لوزه هنايا وانتوما ديروا اللي بغيتو. نزيد معاكم واحده اخرى، شوفوا كيفاش نخدمها. بعد ما طابونا شوفوا لا كولور اللي قلت لكم عليها، راكم تشوفوا في العجينه ماهيش حمراء بزاف، خليتهم بردوا غير شويه ودروك نديموليوهم ونحطوهم نصبوهم بالكيوطه ونحطوهم في اللاصق. شوفوا معايا جيست تقلبوها، شوف مش حمراء بزاف، هذا هو الطياب المليح تاعها. نشوفوا من الفوق راهي حمراء، نصبوها في الثقبات هكا بالكيردون. راها دافيه ما راهاش حانيه تزلق، يعني نقد نرفدها بصح فيها سخانه داخل، نحس سخان ونحطها في العسل تاعي. العسل راه دايرتها هي سخونه والعسل دافئ. بعد شويه كي تدخلوا راح تشي لاباط تهرس. نعاودوه شويه تشربوا لنا
هذاك يحسن. اللي تكون خلتهم يبردوا، إذا بردوا لك بزاف دفي شوية العسل. نكمل كمية ونرجع لكم. ودروك بعد ما خليناهم تعسلوا في خاطرهم، درتهم هكا في كيسات كنت تشوفوا، ونقدموا نفتحوا مع بعضنا حبة ونشوفوا. شوفوا تجيكم معسلة للقرب. شوفوا شوفوا العسل، نشوف العسل وما تجيش حلوة بزاف. ما تخافوش تقولوا رانا درنا فيها العسل، ما تجيش حلوة بزاف وما تجيش يعني قاع فامبا، تجي حلاوتها في المعقول. هذيك العبرة اللي درتها المتوسطة تقطع لكم واحدة 27 حبة، 25 27. وكاينة هنايا كي خبرتكم قلت لكم شوفوا لافارس على حسب المول. شوفوا لو كان كثرت لافارس تفير راكم تشوفوا. شوف هكا راها جاية في المعقول. دونك ما تنساوش تجربوا هذه الوصفة وتجاوبوني في التعليقات وتخبروني إذا نجحت لكم هذه الوصفة وعجبتكم. ما تنساوش ديروا جيم واشتراك. باي باي.